نتكلم عن مصطلح جديد. وهو المصطلح ده برضه من ضمن الحاجات لما انت تحطها جنب بعضها كده كلمات هتلاقيها المعنى مختلف، لان لها اصل تاريخي، له معنى تاريخي. نقول الاول كده المصطلح اللي هو spill the beans. spill معناها يدلق، يكب. وذا بينز اللي هي BEANS اللي هي البقوليات او الفاصوليا. طيب معناها ايه؟ معناها لو انت ترجمتها هتقول اكيد ليه الفاصوليا يعني. لا، هي معناها بتستخدم لما يكون في حد بيفشي سر، يقول لك يفشي السر او يخرج اسرار خطة او عمل معين قبل ما يتم ويكتمل. فمعناها ايه؟ افشى السر. طيب اصلها التاريخي في اليونان القديمة كانوا في الانتخابات بيعملوا يجيبوا برطمان او زلعة، طبعا مش شفافة يعني، ويحطوا فيها، يدوا كل واحد فاصولياية بيضة وسودة. إذا كان موافق بيحط البيضة، إذا كان مش موافق بيحط سودة في الانتخابات يعني، فالتصويت بصفة عامة. فلما يجي واحد مثلا ويروح خابط أحد الزلع أو أحد البرطمانات فيقع، فيبقى كب الإيه؟ كب الفاصوليا أو دلقها، فانكشف الأمر، فتعرف إن هون اللي فيه الأبيض وهون اللي فيه الأسود، فالنتيجة تتعرف قبل الوقت المفروض. فيبقى هنا معناها إيه؟ spill the beans يعني معناها إيه؟ أفشى السر أو أظهر الأمر قبل أن يتم. وشكرا.